الحوثي يعلن قصف مصفاة أرامكو السعودية في منطقة جيزان بمسيرتين بشكل ناجح، ردا على القصف اللي وصل على تعز لأحد المواقع العسكرية التابعة للحوثيين بمدافع الهاون وكمان بمسيرتين. وبرغم ان الهجوم ده المعلن ان اللي قام بالهجمات هي قوات التحالف اليمنية، الا ان الحوثيين ردوا في الداخل وفي الخارج. في الداخل ضربوا واحد من المطارات العسكرية التابعة لقوات التحالف اللي أعلنوا إن الإمدادات اللي بتيجي من السعودية بتوصل للمطار ده، وكمان الإمدادات بتيجي عن طريق ميناء المخا اللي موجود على الجزء الخاص بقوات التحالف. يعني بيضربوا كل سبل الإمداد اللي بتيجي من الخارج للقوات التحالف. وكمان عارفين ان السعودية هي اللي مشغلة قوات التحالف اللي في الداخل، فبيضربوا في ارامكو في جيزان. والاول بس صلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وبذكرك باللايك والاشتراك ومشاركة الحلقة ان امكن. كل اللي بيحصل ده ما يخليش حضرتك تنسى ان ده وقيعة حصلت ما بين السعودية والحوثيين مرة تانية، واليمن بقت تضرب في بعضها واليمن تضرب في السعودية وعدوك قاعد بيتفرج. لكن القصة ما وقفتش عند النقطة دي بس، لأن عدوك ما لجأش لده إلا لأنه منهك ومش قادر يكمل في حرب زي دي. ليه بنقول حاجة زي دي؟ لأن ببساطة الصحف العالمية مش صحيفة واحدة، ده أكتر من 5 صحف مرة واحدة وكلها أمريكية اتكلمت عن المصايب اللي عمالة تحصل لحاملات الطائرات، اللي هي مدينة بتمشي على الأرض، مدينة عسكرية مش مدينة عادية، مدينة عسكرية بعضها مدن نووية ماشية على البحر، وتقدر تروح لحد أي دولة وتدمرها وترجع من غير ما يحصل لها أي حاجة. لا، الكلام ده تشوفه في الأفلام، تسمعه في التقارير اللي هم عايزين يوصلوها، لكن الحقيقة دايما غير. لأن التقارير بتتكلم عن حاملة الطائرات المرعبة إبراهام لينكولن اللي وصلت للمنطقة بعد جيرالد فورد. جيرالد فورد اللي قالوا إنها يعني لا تقهر، واتضربت من الحوثيين وبعدها اتضربت من إيران بعدد من الصواريخ والمسيرات. قال لك ده في مشاكل في غرف الغسيل والحمامات والكلام لهبل ده، وراحت للصيانة وما رجعتش من ساعتها. الكلام ده بقاله ما يزيد عن 2 شهر وهي ما رجعتش، رغم ان هم قالوا هتاخد 3 أسابيع في الصيانة وراجعة مرة تانية. طيب مين اللي كان بديل جيرالد فورد؟ كانت جورج بوش، حاملة الطائرات الضخمة جدا المرعبة برضو اللي وصلت للمنطقة، وخلاص هي دي اللي محدش هيقدر عليها أبدا. وكان معاها إبراهام لينكولن. التقرير بقى ده بيتكلم عن إبراهام لينكولن اللي وصل الحالة النفسية لبعض الجنود اللي بقالهم ما يزيد عن 250 يوم ما لمسوش اليابسة. المصطلح ده مصطلح اللي بيركبوا البحر وما شافوش أرض بقالهم عدد كبير من الشهور أو عدد من الأيام هو يتعدى 250 يوم، ما رسيوش مثلا عشان يعملوا صيانة فقعدوا في واحد من البلدان استمتعوا بالتواجد على الأرض. لا، ده عايشين في السجن اللي هم شايفينه ده. ولا وصل الحد بجنون أحد الجنود، وده اللي كشفته المراسلات اللي فضحت القصة كلها، إنه كان عايز يقفز من حاملة الطائرات ويخلص على نفسه في البحر، ولكن كتير من زمايله لحقوه والواقعة اتكررت أكتر من مرة. ولكن ده كله تقدر تقول عليه الظاهري، لأن الداخلي أصعب بكتير. لأن في طيات الخبر تلاقي إن حاملة الطائرات دي اتكلموا عن ان في اضرار لانها محتاجة لصيانة، ورغم مرور 2 شهر عليها منذ بداية الهدنة الا ان الاضرار دي ما تمش صيانتها ولا القضاء عليها، فمحتاجة ان هي توصل للصيانة. يعني كان في ضربات ايرانية وصلت لحاملة الطائرات. ده معناه ان لو كان الموضوع زاد عن كده وضربات زادت على حاملة الطائرات، كان ممكن تجيبها من قعر البحر او ما تجيبهاش اصلا، لان محدش يعرف يعمل معاها حاجة. فالقصة طلعت كبيرة جدا. ودلوقتي تعالى بقى هات حاملة طائرات تانية جديدة وهي جورج واشنطن. فانت حرفيا بتتكلم عن مدن عائمة تدمرت تماما او راجعة للصيانة ومش جاية مرة تانية، ودي حاملات الطائرات. فكمل انت بقى الاضرار اللي بتقع على مدن امريكية متحركة. طيب هل الفضيحة كانت لحد هنا وبس؟ لا برضو. ليه؟
لان واضح من التقارير الامريكيه والتسريبات ان الفضيحه اكبر بكتير، لان عدد الطائرات الام كيو 9 ده تقريبا اكتر طائره اتكلمنا عليها، الطائره الامريكيه اللي الحوثيين وقعوا منها 14 اثناء التحالف او تحالف الازدهار اللي كان معمول على الحوثيين. لا حضرتك، الايرانيين بيزايدوا على الحوثيين، ووقعوا 45 طائره من طائرات ام كيو 9 خلال فتره الحرب وما بعدها لحد ميعاد التقرير ده. والقصه ان الموضوع عمال يزيد. الطائرات دي من اهم الطائرات في سلاح الجو الامريكي، لان بيستخدموها في كل شيء بالنسبه لهم، حتى الاستطلاع ساعات بيستخدموها فيه. الا ان الطائرة دي راح منها 45 طائرة، ما يقارب من ربع تسليح الجيش الامريكي في كل ارجاء الارض. طب هل الايرانيين اكتفوا لحد هنا؟ لا برضو. ليه حضرتك؟ لان ببساطة من عدة ساعات كان في هجوم جديد من ايران على 2 من سفن النفط الاماراتيه التابعه للشركه الوطنيه في الامارات اللي هي شركه ادنوك الاماراتيه، والهجوم اسفر عن ضرر كبير في السفينتين، والامارات طلعت ادانه، وتحس كده انها مستغربه قوي ازاي تعملوا ده، ولسه في طياره قعدت ساعه في طهران ورجعت تاني كانت محمله كمل انت، لان لسه المعلومه ما اتكشفتش. والطياره طلعت من الامارات وصلت لطهران، قعدت ساعه، خرجت ورجعت مره تانية على الامارات. والرحله اللي قبل دي كانت محمله ب 3 مليار دولار. طب لسان حال الامارات، طب ما انا بعت لك اهو وخدت ملايين ولا خدت مليارات الدولارات عشان ما تضربش الامارات. طيب ما هي الرساله واضحه، الفلوس دي لا تعني ابدا العبور الامن للسفن من مضيق باب المندب، لا، زي ما انت مفروض حصار وسيطره تامه على المضيق ومش هتعدي بالسفن بتاعتك. امال الفلوس دي اتدفعت ليه؟ لا، اتدفعت عشان وقت ما يبقى في حرب، وده قادم في الايام اللي جايه، لا ما نضربش الامارات، طالما الامارات مش هيطلع من قواعدها الامريكيه اللي موجوده هناك هجمات على ايران. طيب يعني ما هي ده كانت بديهية من قبل كده، لا دلوقتي ادفع عشان ما نضربش. طب وبعدين؟ الموضوع بقى ان الإدارة الأمريكية ابتدت تصعد بشكل غير مسبوق، ده حسب وصفهم، ان خلال الساعات اللي جاية هنبقى بصدد قرارات تاريخية، وهي حصار غير مسبوق على إيران، وهيكون بفرض عزلة غير مسبوقة تاريخيا على إيران. خلاص لا هتشم هوا ولا ميه ولا هتعرف تروح لا يمين ولا شمال، ده حسب التقارير الامريكيه اللي طالعه ان هتبقى فيه عزله تاريخيه على ايران. طب وده كله ليه؟ عشان يضغطوا على ايران عشان تبرم اتفاق مع امريكا. طب ما انت مش عارف تضغط عليها، عايزها تبرم اتفاق لمصلحتك انت؟ لا، ما اعتقدش ابدا ان ده هينجح، بل بالعكس ده ممكن يؤدي لنتائج عكسية وتطلع ايران بهجمات اكتر وتصعد الموضوع، وساعتها يبقى هم عارفين ان الادارة الامريكية مش قادرة تروح للحرب دلوقتي. طب احنا هنصعد وورينا انت هتقدر تعمل ايه، احنا هنجبرك انك ترجع للحرب. ده طلع من اسبوع ونص بهجمات يومية على الاراضي الايرانية، ما قدرش يستمر فيها، طلع وقف الهجمات بلا اي سبب، والموضوع انتهى على ان خلاص ده في اتفاق عشان كده احنا مش هنضرب ايران. طب الاتفاق ما حصلش، ما ضربتش ليه وما كملتش ضرباتك المسائية ليه؟ لا، من غير سبب، لانه مش قادر يكمل في ده، والكيان المحتل سابه موحول لوحده، وبيأملوا ان الدول العربية هي اللي تتلطف في القصة دي ويجروا معاهم مصر بالمرة. لحد هنا انا جبت لحضرتك الاخبار بوافر التقدير والاحترام، مستني تعليقات حضراتكم على حلقتنا النهارده. لو كانت الحلقه على المستوى المطلوب اتمنى حضرتك تضغط لايك قبل ما تسيبنا وتمشي، ولو مش حابب تشارك الحلقه يكفي عندنا انك تتكلم عننا كويس مع الناس المحترمه اللي زي حضرتك، لان كالمعتاد هقولها لكم بعد ربنا انتوا راس مالنا الوحيد. كان معاكم منعم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.